جاهز إن شاء الله تعالى لواحد من أشد الامتحانات اللي ممكن تمُر بيها بالإنجليزي، امتحان ممكن نقول عليه غير أي امتحان أنت مرّيت بيه، إن شاء الله تعالى مش عايزين نتكلّم عليه كتير، بس هو هيحدد مستواك وهيفتّح آفاقك إن شاء الله بشكل ما كنتش تعرفه قبل كده عن مستواك. لا يغرنك أبدًا سهولة الأسئلة، لإن الامتحان محطوط بدقة عالية جدًا، لو ما ركّزتش لا تلومن إلا نفسك إن شاء الله تعالى. وقبل ما نبدأ حلقة النهارده ما تنساش دعائنا لكل أهلنا في غزة وفي كل الوطن العربي، ربنا يا رب يوحّد صفوفنا ويوحّد كلمتنا على الحق والدين، وربنا ينصرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى على عدونا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنساش اللايك. معاكم إسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. المستويات معانا من أول A1 لحد C2، ركّز بقى معايا عشان إن شاء الله تعالى التجربة مختلفة جدًا. السؤال الأول: He is not intelligent. هو إيه عبقري؟ really ولا real ولا crazy؟ لو اخترت really عاش، أول نقطة معاك. اللي بعده I am going to think on the problem, over the problem, about the problem. الجواب الصح هنا إيه؟ أنا هافكر بشأن المشكلة. I'm gonna think about the problem. About the problem. السؤال التالت ركز فيه جدا. She said it would be difficult, but it was. هي قالت الموضوع هيكون صعب ولكنه كان. اختار. A piece of cake، يعني سهل جدا لو اخترتها 3 من 5 في المستوى الأول. السؤال الرابع هنسأل فيه القواعد. I have 2 tickets. I've got 2 tickets. I got 2 tickets. أي واحدة فيهم صح. I have 2 tickets. أنا عندي تذكرتين. الجواب الصح فيها. السؤال الخامس ده يعتبر السؤال اللي بيفصل ما بينك وما بين المستوى اللي بعده، ركز فيه جدا. السؤال الخامس: أنا وزوجتي هنكون إن شاء الله تعالى مسافرين لكندا. هتكون أي واحدة من الثلاث اختيارات دول؟ ركز بقى فيها جدا لأن ده السؤال الفيصل والأخير هنا في الجزئية دي. تعال نشوف بقى الإجابة الصح هي إيه. أي واحدة من دول هي الإجابة الصح. أي واحدة منهم هي صح. يلا كل واحد فينا كده يجمع أوراقه ويحسب درجاته. جايب كام من 5؟ أقول لك أنا جايب 5 من 5. كل الإجابات اللي أنت شفتها اللي فاتت دي أي اختيار فيهم كان هو الإجابة الصح. أي والله العظيم صح. كل الإجابات اللي أنت شايفها دي تنفع وبتتقال جدا في الحياة العملية، ما فيهاش أي مشكلة أصلا. تعرف المشكلة الأكبر من كده إيه؟ إن معظم الأسئلة دي متاخدة من أماكن وأكاديميات موثقة فعليا معتمدة علشان تختبر أدائك في الإنجليزي. عشان كده قلت لك يا صديقي ركز جدا، ده واحد من أهم الامتحانات اللي هتمر بيه تقريبا في حياتك في الإنجليزي وهيغير تفكيرك تماما إن شاء الله تعالى. اديني بس دقيقتين من وقتك وهثبت لك إزاي كل الإجابات اللي أنت شفتها دي بتمشي عادي جدا في الحياة العملية، وهثبت لك بإذن الله تعالى إحنا إزاي بنتعلم واحد من أسوأ وأردأ أنظمة التعليم اللي موجودة في العالم. ومش احنا بس على فكرة، دول كتير بالمناسبة، حتى الدول اللي بتعلم الناس الانجليزي ذات نفسها. يلا بينا هاتلي اول سؤال. هو بيقول لك هنا هو فعلا عبقري. افتح اي كتاب قواعد في الدنيا الانجليزي هتلاقيه هنا بيقول لك لازم تستخدم في المكان ده، لازم تستخدم adverb really. طب المشكلة هنا بقى ان الراجل ذات نفسه اللي الف كتاب قواعد الانجليزي مات من الاف السنين في قبره وما يعرفش ان دلوقتي في الحياة العملية احنا نقدر نقول I'm real hungry, I'm crazy hungry. ومش انا اللي بقول، اسمع. I'm real hungry and I'm real hungry and I'm real hungry and I'm crazy hungry to get. I'm crazy hungry to get. لا بس ثواني، يعني دلوقتي الملايين من البشر اصحاب اللغه ذات نفسهم بيقولوا I'm real hungry, I'm crazy hungry، وعايزني انا اللي مش من اصحاب اللغه اروح اقول لهم روحوا راجعوا كتاب القواعد بتاعكم؟ وتيجي تلاقي نفسك في السؤال التاني بتختار بشكل تلقائي أنا هفكر بشأن المشكلة. I'm gonna think about the problem. ولو سألت أي حد أنت ليه اخترت الإجابة دي بالذات يقولك أصل دي الصراحة الأكثر شيوعا. هو الامتحان مش بيسألني مين الأكثر شيوعا، التلاتة ينفعوا أصلا. ما أنا ممكن أقول I'm gonna think on the problem، هفكر
على المشكلة، يعني إن شاء الله هركز عليها الفترة الجاية. وممكن أقول I'm gonna think over and over and over the problem، يعني هفكر مرارا وتكرارا قبل ما أديك القرار بشأن المشكلة دي. التلاتة ينفعوا، والتلاتة بيتقالوا في الحالة العملية. ما أغبى الإجابات يا أخي، كلهم ينفعوا في الحالة العملية. فين السياق؟ اديني السياق أديك إجابة. فين السياق؟ مفيش سياق. أنت بتمتحني في إيه؟ لا، وتيجي تخش على السؤال التالت كمان تضحك اكتر. بيسالوهم في الامثله الشعبيه في اكاديميه من الاكاديميات لتحديد مستواهم. انت بتسالني في امثله شعبيه؟ هو انت تعرف انا هسافر اي بلد اصلا؟ ما كل بلد ليها امثلتها. في مصر احنا بنقول اقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها. في سوريا مثلا بيقولوا نفس المثل، طب الجر على تمه تطلع البنت لامه. تخيل لو قلت المثل ده بالسوري لبراين اللي هو اتعلم العربي المصري، مش هيفهمه، مع ان هو نفس المثل. بتسالني في ايه؟ هو اخر سؤال بقى علشان ما اطولش عليك. شفنا السؤال ده كتير جدا في امتحانات عندنا. يقول لك انا ان شاء الله تعالى الاسبوع الجاي هكون او هطير لكندا، ولا الاسبوع الجاي هكون طاير لكندا، ولا الاسبوع الجاي هكون طرت لكندا. ايوه التلاتة صح. انت عايز ايه وانا احطه لك؟ والله التلات سياقات صح. ان شاء الله الاسبوع الجاي انا هكون مسافر، او هكون بسافر، او هكون سافرت. التلاتة صح. ده انا مسكت السؤال ده كمان بالذات وريته لواحد امريكي قال لي مش عارف انا هحط لك ايه. التلاتة صح. قال لي I have، دي الجملة الرسمية جدا بتاعتنا. I got بنقولها في امريكا، I have gotten بنقولها في بريطانيا. فشوف انت عايز ايه وحطها. ثلاثة ماشيين، انا فاهمك في كل الاحوال. طب هنا بقى انا لو حطيت اي واحدة فيهم في الامتحان انا واقع. طب ايه يا جدعان ده؟ احنا بندرس ايه طيب؟ مش كفايه؟ وده اقذر سر في التعليم يا اخي. كفايه بقى اختبار ايه؟ كفايه اختبارات. ما زهقتش وما مليتش منها؟ اخد اختبار عشان احدد مستواي في الانجليزي. مين قال لك ان الاسئله اللي محطوطه دي هي فعلا هتعكس خبرتك وكل اللي عندك في ذاكرتك من الانجليزي؟ ما كفكش مئات الاختبارات اللي انت اخدتها في حياتك ومريت بيها عشان تكون مصدق الكذبه لحد النهارده. اسلام نزل فيديو بعنوان تحديد مستواي في الانجليزي. خش على طول عايز احدد مستواي واشوف انا كام. افرض انك كنت ناسي الجمله دي بس بتعرف تعبر عنها في الحاله العمليه، بس نسيها خلاص. جبت مع اسلام 40 من 50. كل علاقتك بالانجليزي هي مجرد كلها اختبارات ونتائج، وكنت مصدق ان النتائج والاختبارات دي مؤثرة لدرجة انها اما تصنع مستقبلك اما تحطمه. جاي النهاردة بس افتح ذهنك على حاجة صغيرة. في مهارات ما ينفعش تتقاس بالاختبارات والورقة والقلم والا تفشل. ما شاء الله عليك بتعرف تسوق، تبارك الله، بقالك 10 سنين. هاجي اقعد جنبك كده في كرسي اللي جنبك وامسك دفتر ادون اخطائك وانت سايق، ويشاء القدر انك تمر بموقف عصيب واضطريت انك تتجاوز من اليمين والحمد لله ربنا نجاك. اجي انا بقى بعقليتي اللي حافظه مش فاهمه، ممنوع التجاوز من اليمين، خطأ وفشلت في الامتحان، مع ان ده في ارض الواقع ممكن بامر الله تعالى كان يكون سبب من اسباب نجاتك انك مريت من اليمين مش من الشمال. فما تضحكش على نفسك. ده في ناس ما دخلتش مدرسه وبتتكلم لغات، لغه واتنين من احتكاكهم بالسياح بس، وانت لحد دلوقتي بتفكر انا هجيب كام من 50. واخر حاجه انهي بيها، لو انت فاكر ان انا مختار اسئله النهارده بعنايه عشان اعمل الحلقه دي، انزل تحت هتلاقي اختبار كامل من 25 سؤال. ال 25 سؤال دول كل اجابتهم صح. انزل خد الاختبار ومبروك عليك 25 من 25 عشان تعرف ان كله ضحك على عقول.